قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. عارف يعني إيه صبر؟ الصبر هو استمرارك على صفاتك الجميلة رغم تغير الأحداث من حواليك. فالعطاء وقت الوفرة ده خلق الكرماء، لكن العطاء وقت الضيق خلق الأولياء. الإحسان في الرخاء خلق الأسوياء، لكن الإحسان وقت الإيذاء خلق الأنبياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. عاملين ايه في الجو البرد ده؟ بصوا بقى، انا دخلت على المطبخ، كان يوم السوق ده بقى، فقلت ايه، ادخل اعمل لي شوية قهوة وهعمل لابني ايه، سحلب. فكان عندي شوية سحلب كده، طبعا حطيتهم على النار وحطيت الفناجيل وبدأت ان انا اعمل لي كوباية قهوة. هنقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بشكر جدا كل اللي شافوا الروتين اللي قبل اللي فات، وشكرا لتفاعلكم معايا. والروتين يعني الحمد لله بعد غياب الروتين حقق لي مثلا 1000 أو 1000 وشوية من المشاهدات. وشكرا لكل المشتركين اللي انضموا لعيلتنا. طبعا الروتين ده روتين السوق، وطبعا اللي لسه متابعيني، انا كنت غبت عن القناه فتره، بس السنه اللي فاتت دي كانت فيديوهات مصوره وحصل عندي شويه ظروف معرفش انزل اي حاجه معاكم، فاستنيت بقى ان انا انزلها في فتره الشتاء برضو، لان هي كانت في الشتاء اللي فات. هنا بقى بوريكم ان انا جبت كرومبتين كده حلوين محترمين، تقريبا كنت جايبه الواحده ب5 جنيه او ب7 جنيه. طبعا بصوا، مع غلاء الاسعار الفتره دي مش هنتكلم في اسعار خالص. وكنت جايبه كيلو موز، وجبت فراوله، وجبت بطاطس، وجبت بصل. طبعا البصل دلوقتي اسعاره يعني استغفر الله العظيم، البصل ب40 جنيه اللي هو الاحمر، وعدى كمان ال40 جنيه، والابيض تقريبا مش موجود وبيقول ب30 جنيه. وكنت مورياكم البدنجان كان ب5 جنيه. طبعا بصوا بقى، السنه اللي فاتت دي كده الواحد اتنعنش في الشتاء. وبرتقان، يعني بصوا انا كنت بنزل ب100 جنيه مثلا او ممكن اقل من كده، تلاقوني حاسه ان انا جبت السوق كله بالمنظفات بكل اللي انا عايزاه، بجد والله العظيم. كوسه، يعني انا كنت متعوره بس في ايديا كده، فكنت بداريها، يعني كنت مش فاكره كنت بعمل ايه، وحاجه حكت في ايدي اتعورت، يعني الحمد لله قدر الله وما شاء فعل. والفلفل، بصوا انا بحب انقي الحاجه على الفرازه كده، اللي هي الحاجه لو مش قدامي شكلها حلو وتستاهل ان انا اشتريها، لا ما بشتريهاش. وبحب انقي الحاجه بالواحده والف على حد واتنين وتلاته لحد ما الاقي الحاجه شكلها حلو كده، يا اما ما اجيبش. طماطم، كل حاجه بقى جبتها. فراوله، وحسبي الله ونعم الوكيل، الراجل اللي اداني الفراوله ده ادهالي اكترها اترمت، كانت استغفر الله العظيم بجد. يعني بدأنا بقى اللي هيتشال يتشال، اللي هيتغسل يتغسل. وعايزه اقول لكم تركه حلوه قوي، الموضوع الجزر هتحفظوا، شفت ناس كتير بتعملها، وده هعمله ان شاء الله مع الجزر عشان يبقى معانا كويس كده. اللي هو بنغسله، وعايزين تقشروه قشروه، عايزين تسيبوه زي ما هو، بس تجيبوا علبه وتحطوه في ميه، هتحفظوا جدا وهيبقى معاكم زي الفل. طبعا كده كنت غسلت كمان ادراج التربو، بوريهولكوا اهو. ده بقى الدرج الاخير بحط فيه البصل والثوم والبطاطس. فطبعا المصفى دي قديمه عندي كده، فبحط فيها ورق وبحط فيها البصل عشان ما نبهدلش الدرج معانا. فاليوم ده بقى كان ترتيب للمطبخ، وكان بقى غسل الخضار وشيل الخضار، وهنعمل مع بعض كشري وهنعمل عصير، والدنيا هتبقى زي الفل. يعني زي ما انتم شايفين كده خلاص شلتهم. دي حاجات بقى كنت جايباها، في عندي هايبر كده فاتح بقاله، يعني كان ساعتها كان لسه فاتح يعني، بس كنت بحب اروح اجيب منه. يعني جبت عدس، طبعا عدس بقى الشتاء والسقعة، يعني عدس اكيد دي معروفة. جبت كمان مكرونة، جبت اوكسي. طبعا اوكسي طبعا بالنسبة للمقاطعة والكلام ده انا بستخدم اوكسي من زمان اصلا. جبت كيلو دقيق كده، كان عليه عرض يعني وكان سعره رخيص. المكرونة دي كانت عاملة ساعتها 5 جنيه ونص، فاكراها.
اسمها خطيرة، وهي كانت خطيرة. فكنت بحب منها المكرونة الفرن، كنت بجيب منها شعرية، كنت بجيب منها لسان عصفور، وكنت بجيب المكرونة اللي هي الصغنطوطة دي. فالمكرونة الفرن بقى كنت بستخدمها للبشاميل. ودي شعرية اسمها كايرو برضو حلوة قوي، لو لقيتوها هاتوها. وكمان جبت الملح، جبت خل. الكيس اللي جنب العدس ده كان لسان عصفور كده فرط. وكمان الخل اسمه هارفست، ده حلو طبعا، هارفست معانا عشان تبقوا عارفين يعني مش مقاطعة. والملح ده حلو قوي. بجيب دلوقتي منه العبوات الصغيرة، هو كان عندي العبوات الصغيرة بتخلص فجبت الكبيرة. مش عارفة بقيت احتفظ بالعبوات، يعني بحب احط فيها حاجات، يعني بقول ان انا ممكن اعمل منها طقم احط فيه اي حاجة، توابل كده، عشان ليها فتحتين يعني حلو. بوريكم لسان العصفور. انا كنت بقول لكم الاسعار بس طبعا مش فاكره الاسعار خالص. بن شاهين ده ممتاز ومعانا وحلو، هاتوه. طبعا كنت جايبه العلب اللي هي الحافظه دول، او اللي هم بتوع الخضار، لسه كنت جايباهم. بوريكم كمان الاوكس ده كان ب20 جنيه، اللي هو نسيم الشرقي ده. انا بحب الروائح الشرقيه، بس الصراحه اللي هو باللافندر حلو كمان كتير يعني، بس حبيته. ودي العلب كمان كنت جايباها في حد كده بيقف ببلاستيكات بتبقى اسعارها رخيصه، فكنت بجيب منه يعني. ده بقى الدرج اللي انا بحط فيه الحاجات اللي هي المكرونات والحاجات الخزين وكده يعني. المهم، لو وصلتوا بقى لحد هنا معايا، لكل اللي اول مره بيشوفني يعني، او اللي بيشوفني وهو مش مشترك، يا ريت تشتركوا في القناه، وكمان فعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا اشعار بكل فيديو بينزل في القناه اول باول. وكمان ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتصلوا على النبي كده. وقولوا لي بقى بتتابعوني منين، وقولوا لي ايه رايكم في الروتينات بتاعتي. انا لسه اصلا هنقل من الشقه وهظبط الدنيا اكتر من كده بكتير يعني. فهنا بقى بفضي في البرطمانات دي الحاجات بتاعتي عشان احافظ عليها كده. واسفه لو انتوا سامعين اي صوت، ابني بس بيسمع التلفزيون. دي بقى بتاعه القهوه برضو، بفضي فيها القهوه. طبعا مش ثابته على نوع بن معين، ده انا محوشه اكياس بن كتير عشان اتكلم عنها واقول لكم ايه الحلو وايه اللي ما حبيتهوش كده يعني. فبفضي كل حاجه بقى في مكانها، وبقول لكم ده بن شاهين فاتح، بحب البن اللي هو فاتح ده حلو. طبعا غسلت الفراوله، وطبعا العلب حطيتها عشان تتغسل. طبعا لما نشتري حاجه لازم نغسلها ماشي. المهم بوريكم الفراوله اللي مش عاجباني. يلا الحمد لله. طبعا الفترة دي بجد انا بشوف فيديوهاتي دي ببقى فرحانة بنفسي، اللي هو انا كنت بغسل وبعمل ومتضايقة جدا الفترة دي، عشان للأسف الموتور بتاعي بايظ محروق، الدنيا بايظة. باخد المواعين بجد اروح اغسلها عند بابا، الدنيا بايظه حواليا، مش عارفه اغسل البوتاجاز. انا كنت دايما ايدي في كل حاجه، فمتضايقه جدا من قله الميه. ادعولي وادعولي بقى ان انا اطلع بجد من الشقه دي، عشان انا تعبت جدا. بالنسبه للسلالم الدور السادس صعب جدا، بالنسبه للشقه كبيره واسعه عليا، وكمان ساقعه جدا جدا في الشتاء وكده يعني. وحاسه وعايزه اغير العفش وعايزه اعمل حاجات كتير بجد بجد. ربنا يقدرني يا رب، ويا رب يحقق لي اللي نفسي فيه ويحقق لكم كل اللي نفسكم فيه، ويا رب كل حد بيتمنى حاجه تحصل له. وبما اننا في اخر السنه يعني نتفائل كده ان شاء الله ان السنه الجايه هتبقى احسن. ربنا ينصر اخواننا يا رب. وطبعا كلنا مع المقاطعه. انا عايزه اقول لكم ان المقاطعه دي بتعمل كتير يا جماعه، والله العظيم بحس ان احنا بنعمل حاجه كبيره ليهم، اللي هو لا اي حاجه بنحبها فاستغنينا عنها عشان خاطر اخواتنا دول بجد. هم يعني ملهمش ذنب في اللي بيحصل ده، وربنا ينصرهم بجد. مهما اتكلمنا مش هنعرف نعبر عن اللي جوانا، بس بنحاول نتعايش. بس بجد اللي في ايده حاجه لازم يعملها، سواء هنتبرع لهم سواء هنقاطع كده. هنا بقى كنت بعمل فول مدمس، كان عندي كده شويه فول كنت نقعاهم. ففي بقى قناه شيماء رسلان بحبها قوي، اصلا بحب اتابعها، كانت عاملاه بقى وانا عملته بالطريقه بتاعتها، اللي هو حطيت له عدس، اللي هو عدس اصفر، حطيت له ليمون، حطيت له تقريبا شويه كمون او شويه كركم كده عشان يبقى لونه اصفر وحلو بجد. المره دي عشان عملته بطريقه شيماء رسلان طلع معايا حلوه قوي. حطيت له طماطميه برده قطعتها قطع صغنطوطه. فيعني يا رب اكون بقول لكم صح. ديكوا شايفين معايا اللي انا بعمله يعني.
تجربوا الفول بطريقه شيماء رسلان هيعجبكم جدا. فهي دي الطريقه. هو عدس وليمون وطماطم. هنا برضو دخلت اغسل بقيه الخضار بتاعي. طبعا قلت اليوم ده انا هعمل كشري مصري، كنت بقى بحضر حاجه الكشري بقى وهعمله معاكم. فانا بحب الخضار اغسله واشيله كده، اصفيه او امسحه واشيله في علب يعني، طبعا عشان نحافظ على نظافة التلاجة ونحافظ على الحاجة على اطول وقت ممكن. وانا الصراحة من الناس اللي كنت بجيب الخضار يعني من الاسبوع للاسبوع. دلوقتي عشان التلاجة بايظة بعمل ايه، اللي هو بجيب حاجات على قد يعني ما بزودش، مش بنزل في السوق عشان بقول هجيب حاجة السوق اشيلها فين وكده. فمن الحاجات اللي انا بحبها قوي في الخضار زي ما انتم شايفين الجزر، البصل، ايوه طبعا البصل ده مهم جدا، بس يا رب ينزل اسعاره تاني. وقولوا لي بقى رحتوا الانتخابات ولا لا. هو انا مسجل لكم الفيديو ده النهارده بالظبط كده 14 ديسمبر، ويعني صباح الخميس، يعني احنا بالليل عامه مسجله لكم بعد الساعه 12 بالليل. فقلت كده يا بنتي تنشطي بقى وتشجعي وقومي سجلي الفيديو اللي انت كل يوم تقولي بكره بعده ده انا تعبانه ده انا كسلانه، لا اروح اسجل صوتي على الفيديو عشان ابقى انزله. طماطم بقى بحب اجيب طماطم اللي هي للصلصه، طماطم جامده. طماطم كانت عندي قبل كده بغسل دي مع دي واحط مثلا القديمه من فوق والجديده من تحت عشان استهلك القديمه الاول. وبنشيل بقى كل حاجه مكانها، بنغسل بقى الحاجات اللي احنا كنا حاطينها في التلاجة قبل كده، حط فيها فوط كده عشان تمتص الميه، فوط نضيفه او تحطوا مناديل يعني. هنا بقى كنت بمسح الحاجات دي بتيشيرت نضيف جدا على فكره، ده خضار يا جماعه حاجه هناكلها يعني. وفي ناس بقى بتفضل ان هي تشيل الحاجه عشان تحافظ على عمرها اطول، واللي هي تغسلها وقت الاستخدام. يعني اعملوا اللي تحبوه، اللي انتوا شايفينه في مصلحتكم اعملوه. بس بجد شاركت معاكم فيديو المره اللي فاتت كان روتين مسائي كده، من الحاجات اللي انا بحب اعملها قوي واللي انا بنصحكم بيها. لو انت عروسه، لو انت ام، لو انت ست بيت، لو انت واحده بتشتغل مرأة عامله يعني، تحية طبعا لكل الامهات ولكل الستات لاننا بنتعب قوي بجد. فعشان كده يعني الجنة تحت اقدام الامهات. وطبعا اللي عنده اطفال ربنا يا رب يحافظ عليهم كده ويخليهم لنا. انا عندي طبعا ولد اسمه ادم، ربنا يحفظه لي ويبارك لي فيه ويبارك في اولادكم، ويا رب اللي ما عندهوش ربنا يرزقه يا رب الذريه الصالحه. فربنا يقوينا جميعا. فاعملوا بقى كل حاجاتكم من بالليل، ظبطي مطبخك، حطي كل حاجه في مكانها، اغسلي المواعين، حتى لو في الشتاء حاولي تلبسي جلافز كده واستخدمي واغسلي المواعين واعملي كل حاجتك. البوتاجاز نفسه انا بحب انضفه من بالليل، بحب ان انا اشوفه نضيف، احساس حلو قوي، بتبقى راحه نفسيه ان مطبخي وكل حاجتي كده تبقى كل حاجه في مكانها وكل حاجه متنضفه، غير بقى لو كنا تعبانين قوي او عندنا اي ظروف يعني. هنا كنت بقطع الخيار ده للقط عشان هو بيحبه قوي عكس قطط كتير يعني، فهو بيضعف جامد قدام الخيار. هنا بقى كنت بحضر حاجه الكشري، والفلفل ده بقى هيتضرب مع الطماطم كده عشان خفت عليه يبوظ، فقلت لا الحقه واضربه كده مع الطماطم. هنا بقى قعدت اقطع البصل. احنا بنقطع طبعا البصل الاول، بنحمره الاول او بنقليه الاول يعني، بعد كده بناخد الزيت بتاعه ونكمل بقى بقيه الحاجات بتاعتنا. حطيت عليه شويه دقيق، مش بكتر دقيق، رشه ملح، لو في نشا بنحط شويه نشا كده يعني، نختبر بقى الزيت كده. بصوا دي طاطات اللي هي بتبقى بنحط فيها الزيت عادي، والله كل الحاجات دي كانت جديده بس الزيت بوظها كده، فانا هحاول ان شاء الله اتخلص منها اصلا باذن الله واجيب حاجات جديده. فواحده واحده نعمل كل حاجه واحده واحده. فاعذروني بقى واستحملوني، انا بجد كنت جايبه حاجات نظيفه جدا والله، بس الحاجات مش عارفه باظت، حسيتها ان هي طلعت مش كويسه مع الاستخدام يعني وكده، مش عارفه، مع اني كنت بحافظ عليهم جدا، خصوصا طقم السيراميك. اللي يلاقي طقم سيراميك ده لو ببلاش ما تجيبوهوش يعني. انا ان شاء الله هجيب طقم جرانيت. هنا بقى ضربت، لا هنا بص ما كنتش هحط الفلفل والطماطم مع بعض، اللي هو ضربت الفلفل ده احطه في برطمان كده واحط على وشه مثلا شويه زيت واحطه في التلاجة، اطلع منه مثلا ينفع لدقه لاي حاجه يعني. هو تقريبا كان حراق.
هنا بقى ضربت الطماطم عشان اعملها صلصه. الكبه دي تاتش ماما كانت جايباها لي حلوه قوي. كان عندي كبه قبل منها كبه كده بخلاط اسمها سمارت. للاسف الشفشق الخلاط بتاعها باظ وما لقيتلوش قطع غيار، هدور في حته تانية. بس كانت حلوه قوي بجد، بتعمل كل حاجه. والجنب التاني بتاعتها اتكسرت من النقل وكده، يعني ربنا يا رب يكرمني بشقه عشان انا تعبت من النقل، حاجتي بتبوظ من النقل. ربنا يرزقنا يا رب جميعا بكل اللي بنتمناه. فهنا بقى اخدت من الزيت حطيته كده على النار عشان اعمل منه الرز بشعريه. احمر الشعريه الاول بقى، بصوا العدس التقليدي بتاعنا وكده. فالمهم انا حطيت الرز على النار مفيهوش افتكاسات يعني. وهنا بقى عملت الصلصه برضو وحطيتها على النار، حطيت لها شويه كمون، شويه ملح، فلفل اسود، بابريكا، توم، خل كده يعني. كنت بنجز هنا بقى، كنت بحط الخل. فيعني قلت اكله برضو سريعه، هي بتوسخ مواعين كتير او بتبهدل مواعين كتير سوري، فبس حلوه نحبها كلنا بنحبها. وده الرز بقى كنت طبعا انا نقعت العدس وعملته وبعدين حطيته على الرز بالشعريه، بحب اعمل كده حلوه قوي. وده الفول بقى الحلو طلع معانا زي القمر. اول مره بجد اعمل الفول يطلع معايا حلو، مع اني عملته مره او اتنين قبل كده لا مطلعش معايا حلو وكان اسود كده. فده معلقه الكركم بقى فرقت معايا يعني، او ربع يعني، كنتش حاطه معلقه، لا نص معلقه شاي كده كركم او ربع معلقه حاجه كده يعني. سبته بقى ان هو يبرد وبعدين قلت هحطه في الاكياس بقى اللي هي بتتحط في الفريزر وكده ونطلع منه يعني. بس انا بقالي فتره مش باكل فول، بقالي شهور فول وطعميه وكده عشان القولون عندي بايظ، وكنت باكلهم كتير بقى، كنت بشتغل وكده فكنت باكلهم في الفطار لحد ما تعبت فبطلت. هنا بقى كنت بحضر الغدا لي انا وادم. حطيت المكرونه بقى زي ما انتم شايفينها سباكيتي، ادم بيحبها اصلا. كانت تشكيله مكرونه، كان عندي كام نوع كده حطيتهم. حطيت بقى عليهم الرز بشعريه بالعدس وحطيت الصلصه، وبجد بجد ما خدش مني اي وقت خالص. فانا بحب اعمل الكشري، بحب اعمل محشي، وبحس انه ما بياخدوش وقت معايا بعكس ناس كتير بيقولوا ده لسه وقت ومجهود وحلل وكل ده. صدقوني لو غسلنا الحاجه اول باول مش هيتراكم عندنا مواعين، والله هنرتاح وهنريح نفسنا جدا. رصيت عليه بقى البصل، انا مش بيحب قوي البصل بس حبه واكله. انا بحب البصل جدا. وهنا كنت عامله بطاطس مسلوقه وحمرتها وحطيت عليها فلفل اسود وملح، وكانت اكله لطيفه ولذيذه وبروتين بقى وحلوه قوي ومغذيه. وطبعا في البيت احسن من بره، طبق صغنطوط قد كده هنجيبه ب20 جنيه ليه يعني ومش هنشبع، لا نعمله في البيت. حاسه اني رغيت كتير زوري وجعني، فاعملوا الاكل ده في البيت هتحبوه قوي. فحاجه منجزه. دخلت بقى كان عندي شويه لبن، كان عندي الفراوله، قلت بقى اما الحق انقذ ما يمكن انقاذه في الفراوله اللي كانت استغفر الله العظيم دي. حطيت بقى عليها شويه لبن وشويه سكر، مش بحب اللبن يبقى كتير يعني في العصير والحاجه، مش عارفه مش قوي يعني كده يعني. وضربتها وقلت بقى نعمل لنا كوبايتين عصير كده نختم بيهم الفيديو القمر ده. واقول لكم اتمنى ان انتوا تنضموا لعيلتنا، تشتركوا معايا ان شاء الله. لسه بقى شويه كده هصور لكم فيديوهات كده حاجه جميله يعني. فانا طبعا اي فيديو هنزله معاكم كان قديم هقول لكم ان هو كان فيديو قديم يعني السنه اللي فاتت طبعا يعني او الشتاء اللي فات. ف كده اشربوا عصير. بالذات الفراوله دي صديقه النساء والبنات، اهتموا بالحاجات الصحيه. البنجر حلو قوي، وانا بصوا بعمل عصير بنجر على طول، حطوا بقى معاه فراوله، اللي عندهم انيميا هتختفي وهتدعولي. والرمان بصوا كله فواكه كتير. وهنا هقول لكم ان انا كده عملت العصير، وادم طبعا كان فرحان قوي بيه، عامل له عصير فراوله. كان عندي كده شويه لب على السوداني، قلت يا بت يلا اعملي سهره كده حلوه لنفسك مع ابنك كده، ويلا اقعدوا قدام التلفزيون. وانا بحب بقى اللب والسوداني وكده بالذات في الشتاء. اكلت سوداني من شويه يعني بس لب لا، بنحافظ بقى على بشرتنا يا جماعه، مش دايما هاكل لب وسوداني يعني. المهم تابعوني في قناتي التانية، هسيبها لكم في صندوق الوصف وتعليق مثبت. اشوفكم على خير فيديو جديد، وسوري لو كنت رغيت بس مش فاكره اتكلم في ايه بالظبط. بس كده باي باي.